ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهارده زي ما انتم شايفين ده بقى ايه، ده تمر محشي او بلح محشي. هنحشيه بطريقه اقتصاديه جدا جدا وهنعمله هيعجبكم قوي قوي قوي. بما ان بقى رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين. لازم نعمل بقى مع بعض احسن واجمل حلويات لرمضان. وهنبدا الحاجات دي بالتمر المحشي ده. هعمله لكم بطريقه اقتصاديه جدا، مش هيتكلف زي ربع ما هتشتريه من بره، وحاجه بتغيري في شكلها والكل هيحبها. وان شاء الله الفيديو مليان معلومات مفيده طبعا زي كل الفيديوهات بتاعتنا. بس قبل بقى ما تشوفي الفيديو معايا، دي قناتي سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين الجمال ده؟ هنعمله بقى مع بعض. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنشتري التمر او البلح اللي هو الطري مش الناشف، الطري اللي بيبقى في باكت كده. وبعدين هنفتحه ونشيل منه البذرة، مش هنفتحه للاخر خالص، يعني نفتح بس كده مكان البذرة زي ما انتم شايفين قدامكم كده. زي ما قلت لكم دوت البلح او التمر الطري مش الناشف. هنفتحه بالشكل ده. نفتح بقى الكميه كلها، تجيبي زي ما انت عايزه، نص كيلو، كيلو اللي انت عايزاه. ونبدا بقى ايه في الحشوات بتاعتنا. اول حاجه احنا هنجيب النوتيلا. طبعا هي مش نوتيلا، هي تقليد النوتيلا. طبعا انا بستخدم ماكستيلا، وممكن تجيبي سما. انت بتروحي عند بتاع مستلزمات الحلويات وتقولي له انا عايزه شوكولاته هحشي بيها مثلا الايه التمر، هو هيديكي. انا بشتريها بالوزن كده، تجيبي 8 كيلو، ربع كيلو، زي ما انت عايزه. وتبداي بقى تحشي البلح زي ما انت شايفه كده. بتجيبي المعلقه وتحطي فيها الشوكولاته وتحطي ايه سودانيتين. انا جبت سوداني. طبعا انت ممكن تستبدلي السوداني باللوز، بعين الجمل، لكن زي ما قلت لكم انا عاملاه اقتصادي جدا. والله حتى في الطعم بتاعه مش باين يعني الفرق. الشوكولاته بقى مع السوداني مع كده مش بتبين الفرق. انا خلصت اللي انا حشيته بالنوتيلا البني او الشوكولاته البني يعني. عموما هجيب بقى بيضه، شوكولاته بيضه برضو، وابدا بقى احطها. طبعا انا مسيحاها تسيح بسيط كده عشان ايه تعرفي تحطيها جوه البلح. هبدا احطها واجيب برضو ايه سودانيتين. طبعا السوداني انتوا عارفين السوداني طبعا سعره رخيص جدا، ممكن تشتري حتى ب10 جنيه سوداني مقشر. وتبداي بقى ايه، نبدا بقى نحطه كده معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل بقى الكميه كلها. طبعا انت ممكن تحشي مثلا زبده فول سوداني، زبده لوتس، اي حشوه انت عايزاها طبعا، وتكلفي زي ما انت عايزه. لكن زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو انا عاملاه اقتصادي. طبعا انت لما تعملي التمر بالطريقه دي، انا خلصت الاتنين اهوت قدامك. عملنا اللي حشيناه بالشوكولاته الغامقه واللي حشيناه بالشوكولاته البيضاء. هنبدا بقى نجيب الشوكولاته عندنا نسيحها، البيضه والغامقه، ايه ونغلفه بقى من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب خله بتاعت السنان او عصايه شيش طاووق اللي عندك، وتحطي البلحايه من الحته المفتوحه. تحطي الخله في الحته المفتوحه، يعني تقفلي الاتنين كده اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعدين تروحي مغرقاه في الشوكولاته بالشكل ده، وتحطيها في الطبق. بس تخلي الحته اللي احنا فاتحين منها وحاشين منها سوداني لتحت، عشان لسه احنا ايه هنزين تاني بحاجات تانية. انا بدأت بالشوكولاته البيضاء، وبعد كده برضو احط بالشوكولاته الغامقه. طبعا الموضوع ده مغذي جدا وبالاخص الاطفال. انت عارفه حتى لو عندك حد ما بيحبش التمر او البلح، بالطريقه دي هيحبوه قوي. يعني احسن ما يشتروا اي حاجات من بره يعني. انا خلصت الابيض اهوت. وهنبدأ بقى مع بعض نعمل البني. برضو هنسيح الشوكولاته، نسيحها طبعا في الميكرويف او على حمام مائي. يعني نحطها في الميكرويف حوالي 30 ثانية، او تحطيها على حمام مائي. يعني على حمام مائي بنجيب حلة صغيرة كده ونحط الطبق ده او مصفى عليها، والمية تغلي نحط الطبق بتاع الشوكولاتة عليها ونسيبها يعني حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، تبدأ تسيح بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا انا بصفي البلحية عشان هي كده شايلة شوكولاتة كتير، وطبعا هيبقى فيه في الطبق هنبقى ايه نشيله في الاخر يعني. برضو هحط الخلة بتاعت السنان واعمله كده، واحط برضو الحتة المفتوحة اللي احنا فاتحين منها البلحية لتحت. بجد مغذي جدا يعني. ان شاء الله مع بعض في رمضان هنعمل وصفات حلويات كتير. هنعمل جميع انواع الكنافه والجلاش والقطايف باذن الله، وان شاء الله ينال كله اعجابكم. مع بعض كده احنا خلصنا الاتنين، الباقي الشوكولاته البيضه والبني. هبدا بقى ايه، انا طحنت شويه سوداني من اللي انا بحشي بيهم، طحنتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط على الوش، على وش البيضه او الايه البني. هبدا بقى احط السوداني المطحون. واللي قدامك الملون دوت، عارفه اللي فيه ورد،
اللي هو ورد بيتاكل يعني، ده بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني، بس ده بصراحه غالي جدا جدا دلوقتي. فانت بتروحي عند العطار وتقولي له عايزه ب5 جنيه زر ورد، ب5 جنيه ده كتير جدا. وانا كان عندي شويه كريم كراميل كده في الكراميل في التلاجة، طلعتهم سيحتهم وحطيت برضو ايه على وش الايه النوتيلا البيضه، المحشي بالنوتيلا البيضه. هبدا بقى اجيب الايه البني برضو واسيحها بنفس الطريقه زي ما قلت لكم. انتظروني في رمضان، هنعمل مع بعض حلويات كتير جدا، وهنعمل الكنافه بجميع انواعها واشكالها ان شاء الله، وباذن الله طبعا تنال اعجابكم. هبدا برضو البني برضو بنفس الطريقه، هنحط ورد وهنحط السوداني، وهجيب بقى ايه شوكولاته من البيضه، هجيب كده عصايه الشيش طاووق، وابدا بقى زين كده اجيب الشوكولاته واحطها كده بسيط كده بالعصايه واظبطها بالشكل اللي يعجبك يعني. بجد هو شكله جميل وطعمه كمان تحفه. يعني انا عندي بنتي ليا بنتي مش بتاكل التمر ولا البلح خالص، بجد كلته قالت لي انا مش باكله، بس ده حاجه تانية خالص يعني، انت حولتيه ما بقاش بلح عادي. اما تحطيه بقى كده ما يبقى عندك ضيوف في رمضان او انت تاكلوه قبل الفطار، جميل جدا. كده انا خلصت الكميه كلها الابيض والبني. هبدا بقى اجيب، انا جايبه عندي اللي هو اللي عارفه الورق الصغير ده، برضو بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني، ده مش غالي خالص. وطبعا لو مش عايزه عادي يعني تستغني عنه مفيش مشكله. وتبداي بقى ترصي الايه البلح كله قدامك بالشكل ده. طبعا انا حاطه بقى كوبايه رمضان وحاجات رمضان وكده عشان الاجواء الرمضانيه، كل سنه وانتم طيبين. ده بقى الشكل النهائي معانا، ان شاء الله يعجبكم. اتمنى الفيديو يعجبكم، ويا ريت تجربوا الوصفه وتقولي لي رايكم فيها، وان شاء الله اشوفكم في وصفات جديده. كل سنه وانتم طيبين.